في قرار مفاجئ خلال منافسات كأس العالم 2026 أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تعيين المدرب الفرنسي إيرفي رونار مدرباً جديداً لمنتخب تونس خلفاً لمواطنه صبر اللموشي الذي تمت إقالته بشكل رسمي. القرار جاء بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها منتخب تونس أمام منتخب السويد بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الأولى من دور المجموعات، وهي النتيجة التي أثارت غضب الجماهير التونسية ودفعت الاتحاد للتحرك بسرعة. لكن المفاجأة الكبرى كانت في اسم المدرب الجديد إيرفي رونار، أحد أشهر المدربين في تاريخ الكرة الإفريقية، يعود من جديد إلى الواجهة الدولية، وهذه المرة مع منتخب تونس. رونار يملك سجلاً تدريبياً مميزاً، حيث سبق له قيادة زامبيا لتحقيق لقب كأس إفريقيا بشكل تاريخي، كما قاد منتخب كوت ديفوار للتتويج بالبطولة القارية، وحقق نجاحات كبيرة مع المنتخب المغربي قبل أن يشرف على تدريب المنتخب السعودي في واحدة من أبرز محطاته التدريبية. الاتحاد التونسي أكد أن عقد رونار سيمتد حتى نهاية كأس العالم 2026 مع إمكانية التفاوض على مشروع طويل الأمد بعد نهاية البطولة إذا حقق الأهداف المطلوبة. وسيبدأ المدرب الفرنسي مهامه فوراً في محاولة لإنقاذ حظوظ نسور قرطاج في البطولة وإعادة الثقة إلى اللاعبين والجماهير. ويبقى السؤال الأهم الآن: هل ينجح إيرفي رونار في إنقاذ منتخب تونس بعد البداية الكارثية أمام السويد؟ وهل يستطيع تكرار إنجازاته السابقة وقيادة نسور قرطاج إلى العودة بقوة في كأس العالم؟ اكتبوا توقعاتكم في التعليقات. هل كان قرار إقالة اللموشي صحيحاً؟ وهل رونار هو الرجل المناسب لقيادة تونس في هذه المرحلة؟